في احتفالية رحيل محمد صبري النهارده جمهور الزمالك بيودع محمد صبري في احتفال عالمي. فعلا جمهور الزمالك جمهور حساس، جمهور بيحب لاعيبته، بيحب ناديه. والنهارده كانت احلى حاجة حصلت في المباراة، اللي عملوه قبل المباراة واثناء المباراة لمحمد صبري، الله يرحمه ويحسن اليه. بسرعه بقى كده عشان نخش في تفاصيل المباراه. الشوط الاولاني الزمالك بيلعب، انا اللي هي تعليق بسيط او ملاحظه بسيطه، بس انت بادئ كويس قوي مقعد عبد الله السعيد بره، وعارفين ان محمد اسماعيل مصاب وخارج التشكيل، ماشي. بدات بحسام عبد المجيد والونش، وطبعا يحسب لك موضوع محمد عواد ده. عندك 2 ديفندرات لعبت بمحمد شحاته ودونجا، وعندك 2 على الاطراف فتوح وعمر جابر. عندك قدامهم بيلعب احمد شريف، ليه احمد شريف مش عارف، وحاطط ناصر ماهر ناحيه الليفت ليه مش عارف، وحاطط سيف الجزيري راس حربه، وحاطط اخوان بزيره. طب زي ما اخوان بزيره شغال الناحيه دي، خلي في ناحيه زي ما انت نزلت كده شوكوبانزا ونزل وقعد يفرك ويلعب وبتاع وضيع واحده وضيع واحده تانيه. اذا ما تحطه من البدايه عشان تكسب. حاطط احمد شريف ليه مش عارف، ولما جيت تغير تغييراتك كلها بصراحه سيئه، قلبت المباراه في الشوط الثاني، في النص الثاني من المباراه، من ساعه نزول محمود جهاد وعبد الله السعيد الدنيا اختلفت. الشوط الاولاني اللي هم ما راحوش عدوا نص الملعب، الشوط الثاني وصلوا العواد وضيعوا وجابوا فاولات على 18، لان تغييرات ماشي. دونجا اتصاب، طيب انت عندك شايف ان في سرعات وفي كرة سريعه وفي بتاع، مش ناقصه بطء هي، تحط عبد الله السعيد، هو مش لازم، مش قرآن ان يلعب والنتيجه 2-3 يلعب، وانت مش ماسك كوره ينزل يمسكك الكوره، انت عامل كل حاجه، انا ما اعرفش المهم من ساعه لما نزلوا بدات بقى الخطوره وبدات الهجمات المرتده وكده. الجزيري بيجيب جون، بيتخرجوا ليه يا جدعان؟ مش قرآن برضو ان انت تلاعب عدي، لاعب عدي والنتيجه 2-3 تبقى ضامن، انما مش لسه على كف عفريت، واخد بالك؟ شايف فيزيرا عمال يتضرب وبتاع، نزل حد يشيل الحمل عليه الناحيه الثانيه. ناصر ماهر يطلع، يلعب ناصر ماهر من البدايه قدام الاثنين ديفندرات وتحت الفيرو، وبعد كده يطلع ينزل مكانه عمر كايد ده ولا ادم كايد،